احنا سمعنا ان بربر عامل سندوتش شاورما ب3 درهم بس، وقلنا نيجي نجرب ونشوف الساندوتش عامل ازاي ونجرب معاه حاجات تانية كتير. وساندوتش الشاورما اللي ب3 درهم ده معمول في عيش عربي ومخبوز طازه. يلا بينا ندوق. بس قبل ما ندوق اول حاجه لازم اعملها ان انا اشيل الحته الاولانيه دي، عشان انا بحب اخش في الشاورما على طول. الساندوتش غرقان توميه، انا عاشق للشاورما اللبناني. العيش رفيع جدا وتخليك تحس بطعم الشاورما، وميكس الشاورما مع التوميه مع الخيار المخلل بجد طعمه حلو جدا. نخش بقى على الشاورما اللحمه. الساندوتش فيه شاورما لحمه وفيه طماطم وفيه ميكس كده بقدونس او كزبره على حسب مش عارفه، وفيه بصل وعليهم رشه سماق، وفيه الصوص اللي جوه تقريبا طحينه لان هو مختلف عن التوميه. تتبيله الشاورما فظيعه. احلى حاجه في الساندوتش الحاجات الفريش اللي جوه، مدياك كده احساس ان انت بتاكل شاورما بس بتاكل حاجه فريش في نفس الوقت. ومطعم لبناني يعني مناقيش، عشان كده لازم نجرب منقوشه بالجبنه العكاوي. يلا بينا ندوق. عظيمه وخفيفه على القلب، والله العظيم خفيفه على قلبي وعلى المعده اهم وعلى المعده اخف كمان. العجينه حلوه جدا وطازه، وكميه الجبنه كتيره جدا، وملحها مظبوط بالسنتي مش بالملي يعني. لا بالملي. الملي احلى من السنتي. بالملي يعني ايه دقه في الملح. طبق مشويات بربر موجود فيه بطاطس مشويه وكفته، وده تقريبا شيش طاووق، وده كباب. طماطم مشويه ميكس بصل مع بقدونس وكزبره وسماق. طبعا ابدا بالبطاطس. البطاطس طريه قوي، طعم البهارات اللي حطينا عليها الصراحه خطير. نجرب الكفته بقى. الكفته حلوه جدا، طعم اللحمه بيدوب في البق. كفته كلاسيكيه حلوه جدا بصراحه، وطعم الشوا باين فيها. نخش بقى على الشيش طاووق. الفراخ دايبه جدا، اول ما بتقطم بتحس ان هي دابت في بقك. والتتبيله بتاعت الشيش طاووق بصراحه من احلى التتبيلات اللي دقتها قبل كده. اخر حاجه بقى في طبق المشويات الجميل ده الكباب. عندهم حاجه في اللحوم عموما دايبه وطريه بطريقه رهيبه، طريه جدا الكباب. التتبيله بتاعته حلوه، طعم الشوا فيه خطير جامد. وبعد كده هنخش على زورق التبوله. يلا بينا ندوق. التبوله دي المفروض تكون موجوده مع اي وجبه. اخواتنا اللبنانيين لازم ناخد منهم التبوله دي نحطها مع اي وجبه في العالم. المكونات كلها فريش، بس انا حاسس انها ناقصها تبقى فيها حاجه ساور، يعني ناقصها رشه دبس رمان زياده، شويه دبس رمان او خل او حاجه من اللي بتعمل الحاجه تبقى ايه ممززه كده شويه. بس انا شايف هنا الصوص كله نازل تحت، فخلينا اجرب من تحت بالصوص كده ونشوف هتظبط ولا لا. ظبطت كده؟ ظبطت. يبقى كان محتاج تقلب بس. ده لوحه فنيه مش طبق حمص، حقيقي لوحه فنيه. انا والله العظيم مكسوفه ادخل في الطبق هبوظ المنظر الجمالي ده. وزيت الزيتون بيترقص في اللوحه الفنيه دي، يعني خطير. انا دلوقتي قاعده في بيروت، بسمع دلوقتي الفنانه فيروز. حمص ده اخدني هناك. الله. هو اخدني هناك دلوقتي. انا في بيروت، انا مش في دبي. ده حمص بيروتي يعني مش حمص عادي. الفرق اللي انا ملاحظاه ان هو جوه الحمص فيه طماطم وفيه شويه خضار كده، وزيت الزيتون عليه كتير، وتتبيلته مختلفه شويه عن الحمص العادي، لكن طبعا كريمي بطريقه فظيعه. وبصراحه حمص ولا غلطه. عشان لزوم النعناشه بقى لازم نجرب عصير برتقال فريش. عصير حالا. البرتقانه اللي كانت موجوده هناك جات لي هنا عصير، طعم المزازه فيه حلو جدا، ودي اكتر حاجه بحبها في عصير البرتقال الفريش من غير نقطه سكر. وبما اننا داخلين على كريسماس فمش هنقول ميري كريسماس، هنقول ميري كريم، عشان ده هنا اسمه ميري كريم. حاسس ان انا بتاعي اكبر من بتاعي. حاسه ان انا بتاعي اكبر. لا بجد شكله جامد جدا. يلا بينا. انا من الناس اللي بتحب تاكل الايس كريم. يعني امال ايه الناس بتعمل ايه في الايس كريم؟ لا الناس بتقعد تعمل كده. تلحس الايس كريم. انا بحب اكله. ودي اهم حاجه في اليوم كله، لازم تنهي يومك في برجر بالايس كريم. ميري كريم. ميري كريم. وبس كده، دي كانت تجربتنا لمطعم بربر فرع بيزنس باي. احلى اكل لبناني. وبس كده. باي. انت عملتي بسرعه قوي. ما تجيش على هدومي بس. وبس كده. باي.